السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أنور. يا هلا. النهارده معانا واحد من أجمل البرفيوم على الإطلاق في العالم. القصة اللي معانا النهارده موضوعها جامد جدا. معانا قصة بتثبت المقولة اللي بتقول إن البساطة هي جوهر الأناقة. برفيوم بسيط جدا بس قمة في الشياكة والجمال. أول حاجة البرفيوم معانا النهارده هو عطر نيش. نيش دي في البرفانات الأصلي بتدل على المنتج المحدود، كميات محدودة منه. بتبقى طبعا غالية وكميات قليلة منها. في التركيبات عندنا في مجال البرفيوم، النيش بنطلقه على البرفانات اللي هي مستخرجة من زهور طبيعية مش مكونات كيميائية. دي بتبقى اسمها نيش عندنا، أو برضو إصدارها محدود، بس بنقولها أكتر على اللي هي العطور الطبيعية. معانا طبعا مقدار عطور إيطالي، برفيوم شرقي للجنسين. الكلمة اللي أنا ما بحبهاش خالص في المجال، في أي مجال، للجنسين. يعني ايه للجنسين؟ يعني برفيوم معمول للجنسين، رجالي ونسائي. طب انا ما بحبش الموضوع ده. الموضوع بيدخلنا في حته مش عايزين نخش فيها. يعني مثلا تلاقي مثلا اليومين دول كان واحد مثلا بيبيع لي جاكيت، آه الزر بتاعته كانت شمال مش يمين، فالشمال ده عارف ان هي نسائي، فبيقنعني ان هو رجالي عشان لونه رجالي. فبداوا يدخلوا الموضوع في بعض بتاعت الرجالي والنسائي. الموضوع ده انا مش حابه، لان ده بيهدف لحاجات، الحاجات اللي احنا عارفينها نخش فيها، مش عايز اخش فيها. نرجع تاني للبرفان بتاعنا. هو معانا النهارده برفيوم اسمه إربابورا. إربابورا برفيوم من دار عطور إيطالية. إربابورا بمعنى العشب الخام. برفيوم جميل جدا، شيك، مناسب لأوقات الفصول كلها. 24 ساعة شغال معانا. هو في منه إصدارين. الإصدار الأول كان من دار سوسبيرو، كان 2013. الإصدار الثاني كان من زيرجوف أو زيرجوف الإيطالية، دي دار عطور إيطالية. ده كان في سنة 2019. البرفيوم النهارده اودي برفيوم. طبعا في فرق بين الاودي برفيوم واودي التواليت والبرفيوم والكولونيا، كل تركيزات. اعلى حاجه فيهم كلها اللي هي البرفيوم نفسه، تحتيها الاودي برفيوم، وبعد كده وانت نازل. هنشرحها مره في فيديو لوحدها. طبعا النهارده دار عطور زرجوف دي بتبقى اسعارها كلها غاليه جدا. حتى بنجد في معظم الجروبات اللي فيها اللي هي التقسيمات بتاعه البرفيوم الاصلي، لو بجيب ازاي مثلا 100 مللي واقسمها على 10 ازايز او على 5 ازايز او ويبيعها بسعر اقل، كلها معظمها من زرجوف، عشان خاطر الاسعار العاليه بتاعتها، فبيقدر يجيب كميه اصغر بسعر ايه؟ اقل. المقدمه بتاعت البرفيوم النهارده هي اقوى من القاعده، ودي حاجه نادره، ان البرفيوم في اوله جامد اكتر من القاعده. فدي حاجه مميزه البرفيوم البابورا. طبعا اللي بيعتمد البرفان بتاعنا في الوسط بتاعه على الفواكه. برفيوم فاكهي. طبعا فوحانه جيد جدا. طبعا صعب جدا برضو جيد جدا اي حاجه، مش اي حاجه يعني جيد دي تبقى حاجه حلوه. متوسط جميل. لما نقول على برفيوم فوحانه متوسط يبقى برفيوم جميل. انما جيد جامد جيد جدا ده موضوع تاني. فبرفيوم النهارده فوحانه جيد جدا وثباته جيد جدا لما تجيبه من الشركه اللي انا هقول لك عليها. طبعا جيد جدا، يعني نقول مثلا حاجه 65 من 50 زي ابو جبل كده. مبروك يا ابو جبل، جبت 65 من 50. برفيوم النهارده الافتتاحيه بتاعته عباره عن برتقال صقلي وبرجموت وليمون صقلي. القلب بتاعه فواكه. اما نقول فواكه في القلب نختصر الموضوع كله، اللي هي فواكه عباره عن مثلا الافوكاتو، العنب، التفاح بانواعه، الخوخ، الاناناس، العنب، عايز موز تلاقي كل حاجه موجوده فيه. القاعده بتاعته عندنا النهارده مسك ابيض وفانيليا مدغشقر والعنبر. طبعا زي ما قلنا هو مناسب لجميع الفصول و24 ساعه شغال معاك. كده المنتج كاصلي كبرفيوم اصلي احنا اتكلمنا عنه. انا بشرحه لك عشان خاطر تعرف البرفيوم ده رايح فين وجاي منين، تركيبته ايه، ومناسب مع مين، اشتريه ولا ما اشتريهوش. ده كده من الناحيه الاولانيه. هنخش بقى على الناحيه بتاعتنا احنا اللي هي في التركيبات، اللي هي الهدف من القناه ومن الفيديو ده. عندنا شركه اللي بتنزله اتجاه الاصلي واتجاه الخشن، شركه لوزي. لوزي جامده جدا في الاربابوره. وفي شركه تانية بعد منها جميله برضو، اللي هي شركه ابراشين. ابراشين حلوه برضو واتجاهها جميل. بس اللوزي قوه وثبات وحاجه تقيله وحلوه، تقعد معاك فترات طويله طبعا. طبعا لما اقول لك على شركه بتجيبها. جبت زيت تاني غير اي شركه من الاثنين دول، الاولى لوزي الثانيه ابراشين، اقول لك بالشفا صح، مش مسؤول.
عشان انا بسوق على كلامي، بتجيب الشركه اللي انا بقول لك عليها، هي دي. طبعا مش انا والله العظيم مش بعلي شركه وانزل شركه، هو الموضوع موضوع خبره. خبره بقى لي، يعني قلت لكم داخل على 30 سنه في الموضوع ده، فجربت دي كتير، ودي بقى لها من سنه يعني بقى اكتر من 10 سنين موجوده، فاشتغلت فيها كتير. فابراشيم نمره اثنين، رقم واحد اللوزي. وجربت شركات تانية كتير، بقول لك من الاخر. طبعا التركيبه بتاعتنا بنحط الكحول بتاعنا اللي هو 95 96 99 ونص و99.8 بنضيف عليه 2 جرام ميه على 100 مللي. اعلى تركيز عندنا عارفين هو 34%، 17 جرام في ال 50، 34 في ال 100 مللي. الاربابوره لو جبتها لوزي ممكن تقلل براحتك، ممكن عشان تعمل زي برفان حلوه من اللوزي مثلا هنحط ب 20 جرام يعملوا معاك واحده جامده جدا جدا. تمام، انا بقول لك الصح والمفيد وبوفر لك، وهتقعد معاك يومين في الهدوم وثلاثه في الهدوم. فيها حاجات يعني جامده وجميله. كده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. بشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله